والأخوات المتابعين لي في التيك توك، فاتحة أسخان من إسطنبول أحبتي. إحنا شركة سياحية للتوضيح فقط. جيت نعطيكم هذا الفيديو لأن أنا أول سيدة من المهرجان القفطان المغربي اللي عملت فيديو وهنأت الأخت غزال بن ربيعة، لأن أنا هاد السيدة ما كنعرفهاش. أنا نط من بلاصتي فقط باش نهنئها، لأن أنا ظنيت على أن فعلا مثلي مثل كل الأخوات اللي حاضرين في المناسبة ديال مهرجان القفطان المغربي، مثلهم بحالي بحالهم. سحبنا حنايا في تكريم من تيك توك، يعني جائزة من تيك توك. إذا بها ما طلعت لا جائزة من تيك توك ولا شيء، وأنا بالسذاجة ديالي وباللطافة ديالي دخلت وبعثت لكم الفيديو. إذا أنا الأولى اللي صيفطت الفيديو ديال الحفلة تاع الأخت غزال بن ربيعة. أنا حابة نقول لكم علاه زعما أنايا لحت بزاف الفيديوهات ودرت بزاف ديال الفيديوهات كنعرف بالرحلات المغربيه، لان صار لي انا الرحلات تركيا هنايا اجمل الاماكن الموجوده هنا في تركيا ما لقيتش اقبال منكم. ولكن مع الاسف المغاربه بدات الناس في العالم العربي كيطلعوا غير التفاهه مع الاسف. اذا انا حابه نشير لكم للنقطه، احنا شركه فقط. الحمد لله اللي حابب يستفد من التجربه ديالي هنا في تركيا، انا مثل ما قلت صار لي 21 سنه هنايا. اللي حابب يستفد من الخدمات ديالي او التجربه ديالي هنا او الخدمات، كذلك الخدمات التجاريه، مرحبا على العين والراس. تابعوني، صفحتي تستحق المتابعه. اما باش يطلع جواد قنانه او يطلع الاخ الاخر او الاخت الاخرى يقول لك بانها فعلا مسابقه من شركه تيك توك، لا طبعا ليست من شركه تيك توك. وهي اذا كانت عملت عليكم هذا الكومبلو، هذا شيء يخصها. هي اللي عملت الكومبلو باش خدات المشاهدات وباش كبرت المحتوى ديالها. اما احنا ناس في قلب المهرجان تضحك علينا فقط تضحك علينا احبتي. نزيد نكرر ونعاود، احنا شركه، مش انا صحفيه، انا لست صحفيه في التغطيه. احنا شركه سياحيه نهنيها فقط. شكرا لكم، تابعوا الناس اللي يستحقوا المتابعه، الاخوه المغاربه. تكون 3 دقائق لا